السلام عليكم أصدقائي في قناة UAE Math. معي أنا شروق. سنتعلم اليوم الدرس الأول من الوحدة الثانية للصف السادس، الأعداد العشرية والكسور. هذا الدرس يا مس رح نتعلم كيف نحول الأعداد العشرية لكسور. خلينا نبلش بأول مثال. إذا عم تستفيدوا من القناة يا مس ما تنسوا إنكم تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا بالقناة. إذا حابين ترجعوا للفيديوهات السابقة رح تجدوا تحت رابط قائمة، إذا ضغطتوا عليها بتلاقوا شرح جميع الدروس السابقة في الترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. اكتب بالكلمات. هلا هذا العدد 25% بنقرأه إحنا 25%. إذا 25%. طب نكتب 25% على هيئة كسر. كيف تيجوا تعملوا؟ بس مش انتوا عندكم هيك؟ عشان تحولوها لكسر عادي بتيجوا بتعدوا كم عدد عندي على يمين الفاصلة. 1 2. إذا أنا بحتاج مقام فيه صفرين بحط 1 وصفرين. لو كان في هون كمان 5 معناته عندي 3 أعداد فبحتاج 3 أصفار. هاي هي طريقة التحويل. بما إنه هون عنا بس 25 اللي هم عددين بعد الفاصلة بحط بس صفرين، يعني صفرين جنب الواحد، أو يعني صفر صفرين 3. المهم إنه 1 فصار 100. هاي 25% فبحط صفرين، وال25 بحطها بالوسط. 25%، فبصير التحويل 25 من 100. على السؤال اللي بعده نفس الطريقة. عنا هون العدد هاد 15%. احنا كيف نقرأ؟ نقرأ 15 لأنه بس منزلتين نحكي من 100. إذن 15 من 100. كيف نكتبها؟ هاي هم حاطين 100. أنا شرحت لكم ليش 100، لأنه في عندي منزلتين بعد الفاصلة فبحط صفرين، وال15 بحطها بالبسط. 15%. نفس الطريقة بنحل هون. 31%. 2/100. وعنا قلنا هون نحولها لهيئة كسر، مقامه رح يكون 100 لأنه عندي منزلتين. 31%. نفس الطريقة بنحل السؤال اللي هون. 29 بالكلمات. 29/100. وكيف نكتبها؟ بنكتب 29 في البسط و100 بالمقام. 29/100. هاي طريقة التحويل. لهون إذا نكتب الأعداد العشرية في صورة كسور وأعداد كسرية، يمكن كتابة الأعداد العشرية مثل 5 و15% و312/1000، لأنه 3 منازل بنحكي من 1000، و29/100 ككسور مقامتها 10 و100 و1000 وما إلى ذلك. ممكن يكون عادي في عندنا 4 5 6 أصفار بالمقام. العدد اللي يكتب في صورة كسر هو عدد نسبي. العدد اللي بقدر أحوله لكسر اسمه عدد نسبي. يمكن كتابة الأعداد العشرية مثل هاي. هلا هاد كسر عشري 15%. أما إذا كان في عدد جنبه يعني 3 و25 جزء من 100 بنحكي عنه أعداد عشرية. فالعدد العشري 3 و25% و26.82% و125.54 جزء من 100 نقدر نكتبها كأعداد كسرية في أبسط صورة. كيف؟ رح نتعلم بهذا الدرس. ناخذ هذا المثال. اكتب كل عدد عشري في صورة كسر في أبسط صورة. هذا 6/10 عدد عشري. يبين مخطط القيمة المكانية أن القيمة المكانية لآخر مكان عشري هي العشرات. كيف هاي اللي بتشتغل هون؟ كيف نعملها؟ بنيجي بناخد الصفر بنحطها عند الأحد. هاي الصفر، خلينا نغير اللون، بنحطها هون. صفر أحد. بعدين بتيجي فاصلة العشرية هون. هاي الستة اللي هي جزء من 10. 6 جزء من 10. بيجي بعدها أجزاء 100، بعدين أجزاء 1000. نفس الإشي هون بيجي عنا أحد أول إشي، بعدين عشرات، مئات، ألوف، زي ما تعلمنا زمان. يعني سابقا كنا نحكي إحنا عنا خانة الأحد
عشرات، مئات، ألوف. بس بعد الفاصلة العشرية أول إشي ببلش فيه أجزاء من 10، بعدين أجزاء من 100، بعدين أجزاء من 1000. يعني لو كان الستة هاي هون نحكي هاي عبارة عن 6 من 100. لو كانت الستة هون وهون صفر نحكي عنها 6 من 1000. بس إحنا بسؤالنا الستة جاي بأول خانة اللي هي 6 أجزاء من 10. طيب على هذا المخطط لو بدنا نيجي نكتب هون إحنا 6 من 10 زي ما حكيت لكم قبل شوي، كم منزلة بعد الفاصلة؟ منزلة واحدة، معناته بحتاج 0 1 بالمقام. بحط 10 مش 100 لأنه عندي بس منزلة واحدة بعد الفاصلة. والبسط بضل زي ما هو 6. إذا كيف حولناها لكسر؟ بس صارت 6 ل10. بس طالب بالسؤال في أبسط صورة. الستة والعشرة في بينهم اختصار؟ نعم. بقسموا على 2 قسم 2 قسم 2. لأنه الستة بتقول قسم على 2 بتعطيني 3، و10 قسم 2 5. إذا في أبسط صورة بتصير الكسر 3/5. يعني 6 من 10 صارت 6/10 وتحولت ل2 عفوا ل3/5 في أبسط صورة. بهاي الطريقة نحل كمان السؤال اللي بعده. هلأ هون عنا معلومات مش لازم يعني نحكي عنها، اللي هي بعض الأعداد العشرية والكسور المتكافئة شائعة الاستخدام، رح نستخدمها أكتر من مرة. إذا لاحظتوا 1/10 قلنا 1 وفي منزلة واحدة بعد الصفر يعني تحت 10. 1/10 اللي هي 1/10. طب 2/10 هي نفسها 1/5. كيف؟ 2/10 هي نفسها 2/10. لو بدنا نعملها أبسط صورة قسم 2 قسم 2، 2 قسم 2 1، 10 قسم 2 5. فبتصير 1/5. يعني بنقدر إحنا دايما نكون عارفين إنه 2/10 هي نفسها 1/5. كيف؟ هي فرجتكم كيف. نفس الطريقة 25% هي ربع. هاي 25% بكافئها الربع. كيف؟ هاي أفرجيكم كيف. لو كان عنا 25% يعني 25، وكم منزلة عندي تحت؟ 1 2 صفرين. 25%. كيف تكافئ الربع؟ بدنا نعملها بأبسط صورة. قسم 25 بالبسط، قسم 25 بالمقام. 25 قسم 25 1. 100 قسم 25 4. إذا صارت 1/4. فبتقدروا انتوا تحفظوا إنه 25% بقابلها 1/4. 2/10 بقابلها 1/5. طيب عنا 5/10 هي نفسها 5/10 بقابلها النص. كيف؟ لو قسمنا هون قسمة 5 وهون قسمة 5. 5 قسمة 5 1، 10 قسمة 5 2. فإذا بكافئها النص. 5/10 بقابلها النص. نفس الإشي هون عنا 75%. هاي بتنقرأ 75 جزء من 100. هاي 75. ليش حكينا 100؟ لأنه عندي منزلة منزلتين بعد الفاصلة، إذا صفرين بالمقام. هاي كيف بدنا نحولها؟ 3/4. لو قسمنا هون قسمة 25 و100 قسمة 25. 75 فيها 3 25. 100 كم 25 فيها؟ 4. 100 قسمة 25 4. فبقابلها 3/4 3/4. إذا 75% بقابلها 3/4. 25% بقابلها ربع. 5/10 بقابلها نص. 2/10 بقابلها خمس. 1/10 بقابلها 1/10. من المفيد أن تحفظها. يعني إذا قدرتوا تفهموها أو تحفظوها يا مس مش غلط، بتساعدكم بالحل. نرجع لسؤالنا. عنا هون 45%. السؤال 45%. زي ما حكينا 45%. لفظيا 45%. طب كيف بدنا نكتبها؟ بنيجي بنكتب 45 بالبسط، نحط عندي منزلة منزلتين بعد الفاصلة، إذا صفرين. هيك حولناها ل45%. بس هي مش بأبسط صورة. ليش؟ لأنه 45% الاثنين بيقبلوا القسمة على 5. 45 قسمة 5 9، و100 قسمة 5 20. صار عندي 9/20 بأبسط صورة. سهل كتير هذا السؤال. طب نفس الطريقة بدنا ناخد أجزاء من 1000. إحنا أخذنا أجزاء من 10، أجزاء من 100، هلا أجزاء من 1000. مثال على أجزاء من 1000. بس أجزاء من 100 ما مثلناها، خلينا نمثل لكم إياها هون. مش إحنا حكينا 45 من 100؟ أول إشي الفاصلة هي هون، في قبلها صفر، هي الصفر عند الأحد. الأربعة الأولى هاي أجزاء من 10، باجي بحطها هون عند الأجزاء من 10. الخمسة هاي عند الأجزاء من 100 بحطها هون. أجزاء من 1000 مش موجودة بحطها صفر. أي إشي مش موجود بنخليه صفر. فبضل الرقم 0.45.
الأصفار اللي هون شو ما كان قيمتها ما إلها قيمة، بعد الفاصلة العشرية الأصفار اللي على اليمين ما إلها قيمة، وقبل الفاصلة العشرية الأصفار هاي هيك برضو ما إلها قيمة. فبنكتفي بس بصفر الآحاد وبنحكي هذا العدد 45 من 100. طب السؤال اللي بعده 375 جزء من 1000. نيجي نمثلها. أول إشي عنا الصفر الآحاد هون، بعدين هاي الفاصلة هون، عندي التلاتة جزء من عشرات بنحطها، بعدين عندي 7 جزء من مئات بحطها، آخر إشي 5 جزء من آلاف بحطها، بصير الرقم 0 3 7 5. هيك مثلنا. هلا لو بدنا نيجي نحوله لكسر عادي ونعمله أبسط صورة، بصير عندي 375 على 1000. ليش؟ لأنه أنا عندي 1 2 3 3 منازل بعد الفاصلة، معناته إيش رح يجي عندي 3 أصفار، وبنيجي بنكتب العدد زي ما هو بالبسط 375. طب هذا العدد بأبسط صورة؟ لا، لازم نحوله لأبسط صورة. هلا هو حوله لأبسط صورة. هون عندي 3 على 8. كيف؟ 1000 قسمة قد ايه بتعطيني 8؟ عشان نعرف العدد اللي لازم نقسم عليه، خلينا أول إشي نقسم على 5. يعني لو أنا بدي أحل هذا السؤال بس أول إشي بقسم على 5، لأنه هذا عدد بيبقى القسمة على 5. نيجي نحكي 375 قسمة 5، يصير عندي 37. كم 5 فيها؟ تقريبا 7. 7 ضرب 5 35. نطرح 7 ناقص 5 2. 3 ناقص 3 0. تيجي الخمسة هون. 25 قسمة 5 5. 5 ضرب 5 25. إذا أول إشي بصير عندي هون 75. 1000 لو قسمتها على 100 بتعطيني 1000، لو قسمتها على 5 بتعطيني 200. فبصير السؤال 75 على 200. هل أبسط صورة؟ لأ، لسه بقدر أقسم كمان مرة. صار 75 على 200. لو بدي أقسم كمان مرة على 5، 75 قسمة 5. 7 كم 5 فيها؟ 1. 1 ضرب 5 5 بنطرح. 7 ناقص 5 2. الخمسة اللي هون بتنزل. 25 قسمة 5 5. 5 ضرب 5 25. 25 ناقص 25 0. صارت 15. 200 قسمة 5 صفر بتنزل، ونحكي 20 قسمة 5 4. صار السؤال 15 على 40. وصلته ل 15 على 40. هلا ال 15 على 40 بأبسط صورة؟ برضو لأ. ال 15 وال 40 في بينهم عامل مشترك اللي هو الخمسة. 15 و40. إذا قسمت هون على 5، 5 قسمة 5 15 قسمة 5 3، و40 قسمة 5 8. بالنهاية وصلنا ل3 على 8. 3 على 8 أبسط صورة؟ نعم، هي هاي طريقة التبسيط. إذا كان عندنا العدد كبير ممكن نضطر نعمل يمس أكتر من خطوة، وكمان شوي بشرح لكم طريقة تانية قسمة طويلة ممكن نطلع منها الجواب، بس خلينا هلأ على هاي الطريقة. إذا بتضلكم تبسطوا تشوفوا إيش الإشي العدد اللي بيقبل القسمة عليه. مثلا بيقبل القسمة على 2 بتقسموه مع 2، بيقبلوا القسمة البسط والمقام على 3 بتقسموا على 3. هون عندنا البسط والمقام كانوا بيقبلوا القسمة على 5 بس، لأنه الآحاد 5 و0، فبس كنت أضطر أقسم على 5 عبين ما وصلت ل3 على 8. 3 على 8 هي أبسط صورة. هذا الجزء الأول من الدرس اللي هو كيف بدنا نحول الكسور الأعداد العشرية لكسور عادية. عشان نتأكد من فهمكم خلينا نشوف حل هاي الأسئلة. أول سؤال عندنا هون سهل. 8 على 10 بدنا نفس الإشي نجدها بأبسط صورة. هاي 8 ومنزلة واحدة معناته 0 1 يعني 8 10. بأبسط صورة قسمة 2 قسمة 2. 8 قسمة 2 4. 10 قسمة 2 5. ليه قسمت على 2 مش على 5؟ لأني 8 ما بتقبل قسمة على 5 بس بتقبل قسمة على 2. فبحكي 8 قسمة 2 4 و10 قسمة 2 5. ف4 على 5 في أبسط صورة. 4 على 5 في أبسط صورة. إذن 4 على 5. طيب خلينا نحل 28 من 100. زي ما حكينا بنعد المنازل اللي بعد الصفر بعد الفاصلة. 1 2 منزلتين، يعني المقام رح يكون في صفرين. 1 2. البسط 28. هلا 28 على 100 في بينهم اختصار؟ نعم، الاثنين بيقبلوا القسمة على 4. 28 قسمة 4 7، و100 قسمة 4 25. فبيطلع الجواب 7 على 25 في أبسط صورة.
إذا ب 7 على 25 جوابها. 7 على 25 في أبسط صورة. طيب خلينا نحل كمان سي. عنا 125 جزء من 1000، هيك بتنقرأ 125 125 جزء من 1000. 125 جزء من 1000. طب بدنا نكتبها كسر ونحوله لأبسط صورة. نيجي نعمل 125 في البسط، بنعد، نيجي نعد هلا. عنا 1 2 3، 3 منازل يعني 3 أصفار، 1 2 3 بالمقام، والبسط 125. هلا 125 وال1000 بيقبلوا القسمة على 25 أو 5. خلينا نجرب أول شي على 5. قسمة 5 قسمة 5. 125 قسمة 5 25. احفظوها يا مس. 125 بس نقسمها على 5 بتطلع 25. ليه؟ لأنه 12 قسمة 5 2. 2 ضرب 5 10. نطرح 12 ناقص 10 2. تنزل 5. بصير عندي 25 قسمة 5 5. 5 ضرب 5 25. 25 ناقص 25 0. إذا الجواب 25. طب نيجي 1000 قسمة 5 200. ليش 200؟ هلا بفرجيكم. نيجي هون عنا الصفرين هدول بنزلهم بالجواب 0 0. بيضل عندي 10 قسمة 5 2. إذا الجواب 200. هلا 25 على 200 أبسط صورة لأ، هاي بتقبل قسمة على 5 وهاي بتقبل قسمة على 5. 25 قسمة 5 بصير عندي 5 بالبسط، ننزل تحت. 200 قسمة 5 نفس الإشي، بنزل هذا الصفر هون بالجواب بصير عندي 20 قسمة 5 4. صار الجواب 5 على 4. أبسط صورة برضو لأ، نرجع نقسم كمان قسمة 5 وكمان قسمة 5. 5 قسمة 5 في البسط 1. 20 و40 قسمة 5 8. فصفى عندي أبسط صورة 1 على 8. 1 على 8. إذا الجواب بدل 125 على 1000 أبسط صورة اللي هو 1 على 8. نيجي بنكتبه عند سي. 1 على 8 هو الجواب. 1 على 8. هذا الجزء الأول من الدرس. خلينا ناخد كمان مثال. يبلغ متوسط طول الصدفة الحلزونية 9.85 بوصة إنش. عبر عن 9.85 جزء من 100 في صورة عدد كسري في أبسط صورة. عنا إحنا 9 عادي بنكتبها عدد 9. طب الكسر 85 من 100. كنا بنيجي نحط 85 بالبسط من 100 يعني 1 و2 منزلتين بعد الفاصلة معناته صفرين. إذا 85 جزء من 100. 9.85 من 100. هيك بتنقرأ. طب حولها لأبسط صورة. عندنا 85 و100 بيقبلوا قسمة على 5. فبدنا نحكي 85 قسمة 5. نعمل ليش فكرنا بالخمسة؟ لأنه دائما الخمسة والصفر منهم عدد، يعني 5 أو 10 من مضاعفات الخمسة. خلينا نقسم على 5. 8 كم 5 فيها؟ 1. 1 ضرب 5 5. بنطرح 8 ناقص 5 3. بنوقف لا، هاي الخمسة بتنزل. 35 قسمة 5 7، لأنه 7 ضرب 5 35. 35 ناقص 35 0. إذا الجواب 17. البسط بصير 17. طب 100 قسمة 5 صفر، هاي بتنزل بالجواب بضل عنا 10 قسمة 5 2 يعني 20. فبتصير الكسر بدل 85 على 100 17 على 20. والتسعة بتضل زي ما هي ما بتتبسط. 9 بتضل زي ما هي. فبصير عنا الجواب 9.17 من جزء من 20، يعني 17 من 20. خلينا نتأكد من فهمنا نحل هاي المسألة. ايش الفكرة هون يا مس؟ انه انا عندي عدد 10، فعندنا عدد هون 4. يحتاج عمل كيلو جرام من الجبن استخدام 4.65 جزء من 100 كورت من اللبن. كوارت. عبر عن هذه الكمية في صورة عدد كسري في أبسط صورة. عدد يعني بدنا نحط 4 هيك، بس خلينا نمسح منيح.
الأربعة بتضل زي ما هي، بس 4 بتضل 4. بصير عنا 4. طب 65 هي عبارة عن 65 بالبسط و100 بالمقام. ليش؟ لأنه عندي منزلتين بس بعد الفاصلة. إذا 65 جزء من 100. نفس الإشي قسمة 5 قسمة 5 عشان نحول لأبسط صورة. 65 قسمة 5. 6 قسمة 5 1. 1 ضرب 5 5 بنطرح. 6 ناقص 5 1. الخمسة اللي هون بتنزل. 15 قسمة 5 3. 3 ضرب 5 15. 15 ناقص 15 صفر. إذا صار عنا الأربعة زي ما هي. 65 قسمة 5 13. 100 قسمة 5 20. حكينا قبل شوي. ليه؟ لأنه هاي الصفر نزلت بالجواب، والعشرة قسمة 5 عطتنا 2. إذا أبسط صورة هي عبارة عن 4 و13 على 20. 13 و20 ما في بينهم اختصار، إذا هيك أبسط صورة. هلا هذا كان يمس عبارة عن الجزء الأول من الدرس، كيف نحول لكسور ونحولها أبسط صورة. طب نقدر إحنا كمان نكتب الكسور والأعداد النسبية في صورة أعداد عشرية. بالنسبة للكسور التي مقامها 10 أو 100 أو 1000 يمكنك كتابة كسور مكافئة بتلك المقامات. كيف؟ خلينا نشوف هذا المثال. اكتب 9 12 في صورة عدد عشري. هلا بدنا نعمل العكس. أنا عندي كسر بدي أحوله لعشري، لكسر عشري، يعني هيك 0 عدد. كيف؟ نيجي عندنا الطريقة الأولى، بدنا ندور على كسر مكافئ للتسعة على 12 يكون مقامه 100 أو 10 أو 1000 أو 10,000 من مضاعفات العشرة. طب هون أول ما إشي عندنا 9 على 12. هلا 12 ما بتتحول 100، بس في إذا أنا بسطتها وقلبتها 4 ممكن أضربها ب25 تعطيني 100. فبضطر هلا إيش أبسط الكسر بالأول. يعني أول خطوة إني أنا أبسط 9 على 12، حولها لأبسط صورة. 9 على 12 بتقبل قسمة على 3 قسمة 3 قسمة 3. 9 قسمة 3 3. 12 قسمة 3 4. فأبسط صورة صار عندي 3 على 4 بدل 9 على 12. 3 على 4 سهل أحولها لكسر عشري، لأنه إذا ضربت 4 ضرب 25 بعطيني 100، و3 ضرب 25 بتعطيني 75. هاي 25 ضرب 3. 3 ضرب 5 15. إذا 5 وواحد باليد. 3 ضرب 2 6. 1 باليد 7. فبصير عندي 75 في البسط وبالمقام 100. فتخيلوا إنه تحول من 3 ل4 على 75 من 100. هلا 75 من 100 سهل أحولها لكسر عشري. كيف؟ ركزوا معي. بتيجوا بتاخدوا 75 تكتبوها. عنا صفرين من 100، فباجي بعد من اليمين لليسار 1 2 لأنه صفرين، وبعدين بحط الفاصلة عشرية وحطوا صفر الأحد. فبصير عندي العدد 75 من 100. كيف نقرأها؟ 75 من 100. هيك حولتها من كسر عادي بسط مقام لكسر عشري. 75 من 100 تحولت 75 من 100. هاي الطريقة الأولى. ندور على كسر، نحول لأبسط صورة، بعدين نحولها لكسر مكافئ مقامه 100 أو 10 أو 1000 حسب الحاجة. طب الطريقة الثانية نقسم قسمة طويلة. هاي سهلة كمان. كيف؟ مش أنا عندي 9 على 12، باجي بعمل 9 البسط هون و12 هون مقسوم عليه. إذا 9 على 12، 9 كم 12 فيها؟ 9 أقل من 12، فما بقدر أقسمها، فبحتاج فاصلة عشرية وبحط صفر هون. مادام حطيت فاصلة عشرية وبحط صفر هون بصير عندي 90 كم 12 فيها. خلينا نجرب 7. 7 ضرب 2 14. إذن 4 وواحد باليد. 7 ضرب 1 7. 1 باليد 8. هلا نطرح 0 ناقص 4 لا يجوز. هاي بتصير 8 بتصير 10 تستلف منها. 10 ناقص 4 6. 8 ناقص 8 0. هلا هاي الستة كم 12 فيها؟ لا يجوز. بنضيف صفر هون بس خلص ما بنحط فاصلة لأنه حطينا الفاصلة مرة واحدة. 60 كم 12 فيها؟ 5 لأنه 5 ضرب 2 10. إذا 0 وواحد باليد. 5 ضرب 1 5. 1 باليد 6. 60 ناقص 60 صفر. إذا الجواب طلع عنا 75 من 100 زي قبل شوي عن طريق القسمة الطويلة. هاي بالكتاب عامل نفس الاشي، قسمة طويلة، طالع معه الجواب 75 جزء من 100. أهم إشي نوضع النقطة العشرية عشان أقدر أنا أعد الأصفار. الكتاب حطها هون وقال 9 قسمة 12 صفر، والتسعة هاي دايما بعد الأحد يمس في فاصلة عشرية. بس إذا كان هيك هاي 9 أو 9 ما إلها داعي، عشان هيك إحنا مش كاتبينها، بس هي بالأصل موجودة. فإحنا لأنه هون بدنا نقسم عشان نطلع عدد عشري،
لازم نحطها، فبتيجوا بتحطوا 9.10 وحطوا أصفار قد ما بدكم عادي. بعدين كيف بصير السؤال؟ 9 قسم 12 لا يجوز لأنها أصغر منها، فبنحط صفر. صفر ضرب 12 صفر، فبنرجع للتسعة، بناخد الصفر اللي جنبها، هاي الفاصلة بتطلع فوق وبصير عندي 90. 90 كم 12 فيها زي ما حكينا بشوي 7. 7 ضرب 12. هلا هاي لو بدكم تحلوا على طريقة الكتاب خليني أفرجيكم كيف بالضبط. نيجي بنحل 9 قسم 12، تحطوا هون فاصلة وحطوا صفرين. 9 كم 12 فيها ولا وحدة، صفر. صفر ضرب 12 صفر، بتطرحوا تحكوا 9 ناقص صفر 9. هلا شو اللي بيصير؟ ركزوا معي، الفاصلة هاي بتطلع فوق عند الجواب والصفر هاد بنزل، فبصير عندي 90 قسم 12 7. 7 ضرب 12 84. حكينا 90 ناقص 84 6. بوقف؟ لا، في كمان صفر بننزله. نحكي 60 قسم 12 5. 5 ضرب 12 60. 60 ناقص 60 صفر. هاي الطريقة الثانية، يا بتعملوا زي ما عملت أنا أول إشي أو هيك، بيطلع معكم بالحالتين 75 جزء من 100. حولنا 9 على 12 ل75 جزء من 100. يا بتستخدموا الطريقة الأولى إنكم تحولوا لكسر أو القسم الطويل. هلا عشان نتأكد إنكم فهمتوا هاي الطريقة خلينا نحل هاي الأسئلة. عندنا 3 على 5. هلا 3 على 5 أنا كيف راح أحلها؟ راح أحولها لمقام 100. سهلة، لأنه 5 ضرب 20 بتعطيني 100، 3 ضرب 20 بتعطيني 60، بصير عندي 60 من 100. طب 60 من 100 كيف بنحولها؟ 60 وعندنا صفرين، فبنحط 1 2 فاصلة صفر، يعني الفاصلة بتيجي بعد منزلتين. هلا بدنا ننتبه لهاي الشغلة، هاي الشغلة كتير مهمة. هاي 60 من 100، هاي الصفر ما إلها معنى، فبقدر أحولها أنا ل6 من 10. كيف؟ هون أنا لو اختصرت صفر مع صفر بقدر أختصر البسط صفر مع صفر، فبصير 6/10. فبالحالتين يا 60 من 100 أو 6/10 هي نفسها. لو قلنا 60 من 100 أو 600 جزء من 1000، هدول كلهم يمثلهم نفس المعنى اللي هي 6/10، لأنه الأصفار بعد الفاصلة العشرية هون عند آخر عدد قد ما أزيد أصفار بهاي المنطقة ما إلهم معنى، إذن 6/10. طب 14 على 25 برضو هاي ما في داعي أعملها قسمة طويلة لأنها سهلة. لو ضربت ب4 بتتحول لمقام 100. ضرب 4 ضرب 4. 25 ضرب 4 100. منيح تحفظوا هاي الأعداد. 4 ضرب 25 100. 20 ضرب 5 100. الأعداد السهلة احفظوها. هلا بضل عنا البسط 14 ضرب 4. 4 ضرب 4 16، إذن 6 وواحد باليد. 4 ضرب 1 4. 1 باليد 5، طلع الجواب 56. 56 من 100. نيجي بنحط 56، عنا صفرين فبنعد منزلي منزلتين بدنا نحط فاصلة وصفر، فبيطلع الجواب 56 جزء من 100. هيك بنكتب 56 جزء من 100. نحل سي. 102 على 250. هلا هاي سهلة، إذا أنا ضربت ب4 هون وب4 هون، خلينا نشوف الصفر هاي تنزل هون، ضل عندي 25 ضرب 4 100. خليني أفرجيكم كيف عملتها. عندي 250 ضرب 4. 4 ضرب صفر صفر. 4 ضرب 5 20، إذا صفر و2 باليد. 4 ضرب 2 8، و2 باليد 10. إذا 250 ضرب 4 عطتني 1000. طب 102 ضرب 4 بالبسط، 102 ضرب 4. 4 ضرب 2 8. 4 ضرب صفر صفر. 4 ضرب 1 4، إذا 408. 408 من 1000. هلا بنحولها لكسر عشري. كيف؟ قلنا بنكتب العدد اللي بالبسط اللي هو 408، وبنيجي بنعد 1 2 3، 3 أصفار، منزلي منزلتين 3 وبحط الفاصلة العشرية بعدين صفر، فيتحول العدد ل408 جزء من 1000. بهاي الطريقة بنكتب 408 جزء من 1000. سهل كتير، إذا أنتوا فاهمين وحليتوا شوي شوي بيطلع معكم الجواب صحيح. خلينا ناخد هذا المثال. يمكن أن يصل عدد عضلات اليسروع إلى 4000 عضلة مقارنة بالإنسان الذي يبلغ عدد عضلاته 600. اكتب طول اليسروع في صورة عدد عشري. هون رح نحتاج نستخدم هاي الرسمة. طوله 1.3/8. اكتب طول اليسروع في صورة عدد عشري، يعني الطول 1.3، يعني 1.3/8 إنش.
طالب مني أكتب يعني أحوله لكسر عشري، زي ما حكينا عنا 1 و3/8. شو بنعمل؟ الواحد نتركها زي ما هي، هو هذا الكسر عبارة عن 1 زائد 3/8. الواحد اتركوها على جنب، خلينا نحول 3/8. اتفقنا؟ الواحد نتركها على جنب ونحول 3/8. بدي أحاول أستخدم طريقة القسمة الطويلة. 3 قسمة 8. 3 كم 8 فيها؟ قلنا ما في. نيجي هون بنحط صفر، بنحط منزلة عشرية وبنزيد هون إيش؟ صفر. فيصير عندي 30 كم 8 فيها؟ 3، لأنه 3 ضرب 8 24. نطرح صفر ناقص 4 لا يجوز، هاي بتصير 2، بتصير 10. 10 ناقص 4 6، 2 ناقص 2 صفر. بوقف؟ لا، بزيد صفر. 60 كم 8 فيها؟ خلينا نجرب. 8 ضرب 8 64، معناته 7. 7 ضرب 8 56، إذا 56. 60 ناقص 56، صفر ناقص 6 لا يجوز، هاي بتستلف، بتصير 5. هاي 10. 10 ناقص 6 4. 5 ناقص 5 صفر. 4. هون لازم أضل أكمل أحط أصفار عمال ما يصير جواب صفر، خلاص ينتهي. 40 قسمة 8 5. 5 ضرب 8 40. 40 ناقص 40 صفر. شوفوا الجواب كيف طلع بسهولة. طلع بدل 3/8 طلع 375 جزء من 1000. وفي الواحد اللي قلت لكم اتركوها على جنب، هاي الواحد ما بننساها. إذا الجواب 1 زائد الكسر. 1 زائد الكسر، هيك. 1 زائد الكسر عبارة عن 0.375. بنجمع الآحاد، 1 زائد 0 1، والكسر بنزل زي ما هو. إذا الجواب هو 1.375 جزء من 1000 إنش طول اليسروع. هذا هو الجواب. حولناه بطريقة، أنا استخدمت طريقة القسمة هون. ممكن حدا تاني يجي عباله يحول 8 ل1000. ممكن حدا تاني يحول 8 ل1000. بضلكم تضربوا 8 على ما تصير عدد مثلا 100 أو 1000. أنا بفضل بهاي الحالة طريقة القسمة الطويلة لأنها أسهل. هيك يا مس بضل علينا التمارين موجهة. رح أحلها بفيديو منفصل لأنه الفيديوهات صار كتير طويل، فعشان يوصلكم إشعار بس أنزل شرح الدرس القادم، الفيديو القادم، ما تنسوا إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات. وإذا حابين تدعمونا ما تنسوا إنكم تعملوا لايك للفيديو وترسلوا له أصدقائكم. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ما ترددوا في السؤال في التعليقات أو على الصفحات الشخصية إلي، رح أترك الروابط تبعتها تحت في صندوق الوصف. شكرا لكم ومع السلامة.